اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء ودي قناه الكيكات وحلويات. النهارده هعمل تورتايه مقاس 20. طبعا احنا خبزنا مع بعض سبونج مقاس 20 بكل تفاصيله. هقول لكم برضو انا عملت ايه. انا حطيت 200 جرام من الدقيق وعليهم 100 جرام من السكر، معلقه من المحسن 35 جرام، معلقه من البيكنج باودر. وطبعا اهم حاجه يكون حجم البيض كبير. انا حطيت 4 بيضات. لو عايزه الارتفاع يطلع لي مثلا 4 طبقات، لو 3 هحط ممكن اقلل بيضه. تمام، مثلا بحط 4 بيضات بيطلع لي المقدار ده مظبوط، وبحط نص كوبايه من الميه وبضربهم على سرعه. وبعد كده لو هحتاج التورتايه نص ونص بقسم الخليط وبحط معلقتين كاكاو، وبعد كده بخبزه على درجه حراره 180. بحطه في الرف اللي في النص. وطبعا لازم تكون الفرن سخنه من قبلها، وبالذات في الشتاء لازم الفرن يبقى سخنه مسبقا. ما ينفعش ندخل السبونشات اصلا سواء في صواني او في صاج على فرن لسه متسخنه. لازم تبقى فرن سخنه من قبلها. طب انا اعرف ازاي ان الفرن بتاعتي كمان سخنت وتمام وابتدي ادخل فيها الاسبونج؟ بحط طبق فيه ميه، واول ما الطبق ده يدخل في الغليان بيبقى كده الفرن بتاعتي سخنت. تمام، انا كده قشرت الوش بتاعها وهبتدي اقطعها على 4 طبقات. الكيك ده احنا عملناه بكل تفاصيله. عملنا سبونج فانيليا وسبونج شوكولاته، وهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف علشان لو حابين ترجعوا الفيديو تاني وتعرفوا كل التفاصيل. انا شلت الوش كده اللي هو فيه تلزيق، وابتديت اشيل اول طبقه وادي تاني طبقه وتالت طبقه ورابع طبقه وخامس طبقه. يعني الكيك ده طالع 5 طبقات، انا هاخد منه 4 طبقات، والطبقه اللي هي الصغيره اللي على الوش دي مش هشتغل بيها علشان كانت يعني قليله قوي. ثبت كده التورتيه بتاعتي بالكريمه علشان ما تتحركش مني. ودي يعني لازم نعمل كده لما نكون بنعمل تورت، لازم نثبت اول طبقه بالكريمه على البورد عشان البورد ما تتزحلقش منها التورتيه وتتحرك. وزعت كده الكريمه، والكريمه اللي بشتغل بيها هاي كواليتي، اوقات مش بلاقيها سوبر كواليتي او سوبر ستار من اللي هي اللباني. هي عامله 300 جنيه، برضو ممتازة. بس طبعا انا لو ما لقيتش هاي كواليتي 200 ب 270 بجيب اللي هي سوبر ستار، وكويس الاتنين كويسين. تمام، ابتديت اوزع كده طبقات، وبين كل طبقة وطبقة هتحط كريمة بس لغاية ما تخلصي ال4 طبقات بتوعك. وهقفل التورتاية بتاعتي كريمة من بره فانيليا. هي كانت طالباها فانيليا فانا عملتها لها. طبعا الاخرام اللي بتبقى في الاسبونشات دي يا جماعه بيبقى راجع للتقليب. انا ما قلبتش الاسبونج مثلا كويس ففي خروم، لو مقلباه كويس هتلاقي الخروم بتاعته قليله جدا. يعني اوقات تلاقوني مقطعه الاسبونج هتلاقي ما فيهوش خروم اصلا، واوقات تلاقي الاسبونج فيه خروم. بصوا بقى، انا وانا بصور تحسوا ان اصلا يعني بصور في دنيا تانية. سامحوني، انا بصور لوحدي ولا اللي بعمل المونتاج وبعمل كل حاجه، بعمل كل حاجه لنفسي، كل حاجه. ساعات كده الدنيا بتتوه مني شويه، بس انا هحاول اظبط الدنيا. تلاقيني ابص على الكاميرا كده الاقي التورته بعيده اروح مرجعها تاني. اقفل التورتيه كده. طبعا بحط بس طبقه بسيطه الاول علشان الم فرفته الكيك، وبعدين برجع اتقل كريمه بقى، وهي دي الطبقه الخارجيه. ممكن في المرحله دي لو انا في الصيف يعني اول طبقه اللي هي بتلم فرفته الكيك ادخل التورتيه تشد شويه علشان لما اجي احط الطبقه اللي بعدها على طول الكريمه تمسك فيها وما تسيحش مني. وده الكلام ده في الصيف، لكن احنا طبعا كده كده في الشتاء فبنشتغل على طول. الكريمه وانا بشتغل بيها حسيت ان هي ابتدت يدخلها هواء وفيها فراغات، ما ينفعش اجلس بيها. لازم اديها ضربه كده بالاسباتولا او ضربه بالعجان او ايا كان. المهم ان انا اطلع منها الهواء تاني وتنعم معايا وابتدي اشتغل بيها علشان وانا بشتغل تبقى سهله وسلسه كده معايا. بسحب كده بالسكرابر وببتدي اشيل اي زيادات من الكريمه. ببتدي احطها جنبي كده في الطبق او العجان اللي انا بشتغل فيه. لو انا بشتغل حسيت ان المكان في مكان الكريمه فيه قليله ببتدي ازود. تمام، انا في الفيديو ده هعمل معاكم تورتيتين، بس تورته منهم هتبقى متجلسه اصلا. هوريكم بس الفينش، يعني هديكم افكار كده بسيطه عن التزيينات اللي ممكن تشتغلوا بيها للتورت الفاكهه. مقاس 30، لان انا الفتره اللي فاتت كنت بشتغل في مقاس 40. في 30 كتير، فقلت برضو يعني اجيب لكم كام تورتايه كده مقاس 30 للناس اللي كانت عايزه حاجه بفاكهه. بصوا، التورته دي كانت مطلوبه بعد طبعا ما شلت كل الكريمه الزيادات وظبطتها. كانت مطلوبه تتعمل شوجر شيت. طبعا احسن طريقه للشوجر شيت تفرديها على عجينه سكر. واحنا عملنا فيديو قبل كده لعجينه السكر ازاي افرد عليها الصوره
بكل سهوله. انا ما كانش عندي في اليوم ده، فعملت بديل النوتيلا، او اللي هو الطبقه اللي بتبقى عازل بين الصوره اللي هي الشوجر شيت والكريمه، علشان انا لو حطيت الصوره على طول كده هترطب معايا الصوره وهتعمل فراغات ومش هتبقى احسن حاجه. فلازم يبقى في طبقه عازله بين الكريمه وبين الصوره. الطبقه دي ممكن تبقى من عجينه السكر، بفردها على مقاس الصوره بسمك نص ملي، وابتدي امسحها مسحه ميه بسيطه جدا فتلزق معايا في الصوره. وانا عملتها لكم في فيديو قبل كده. طب ما عنديش، بعمل اللي هو بجيب جناش بتاعنا العادي، وبحط عليه معلقه من الشوكولاته، بس الشوكولاته الخام بتاعتي بس تبقى متسيحه. بحط المعلقه الشوكولاته اللي هي الخام المتسيحه، وبحط عليها معلقتين مثلا من الجناش، وابتدي اقلبهم لغايه ما تتقل معايا. طبعا على حسب حجم الفطوره، يعني هحط على كل معلقه شوكولاته خام معلقتين من الجناش. تمام. وده بديل للنوتيلا لو برضو ما عندكيش نوتيلا. قلنا لكم كل البدايل، وده طريقه ودي طريقه. يعني عايزين تشتغلوا مثلا ببديل النوتيلا تمام، عايزين تشتغلوا بالنوتيلا تمام، عايزين تشتغلوا بعجينه السكر تمام. بصوا دي التورتايه كنت يعني قفلتها كده، وبعد ما قفلتها وعملتها كريمه، وحطيت لها اللي هو المكسرات دي اللي هو الفول السوداني مجروش كده من الجنب. قلت اوريكم كده فكره معايا وانا بشتغل يعني متهيألي عملتها قبل كده بس قلت اصورها معاكم. انا حطيت كريمه بيضه في النص كده بين الفانيليا والشوكولاته، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده بجيب الروزيتا واسحبها بمعلقه. بصوا بتدي الشكل ده، عشان انا عملت الفيديو قبل كده ونزلته وناس كتيره سالتني انت كنت عامله الروزيتا دي ازاي. فانا بجيبها الروزيتا اللي واقفه العاديه وبسحبها بالمعلقه زي ما انتم شفتوا. بصوا بعد كده قفلت برده الشوكولاته بنفس الطريقه، وحطيت هنا جناش، وهبتدي اوزع الفاكهه. يعني الفكره من التورتايه دي، بس انا حبيت اديكم فكره للروزيتا بتاعه التورتايه معموله ازاي، للناس اللي كانت بتقول لي انت كنت منزله تورتايه. كذا حد على الفيس علق لي على التورتايه دي لما كنت منزلاها. وقطعت كده زي ما انتم شايفين فراوله وكيوي وقطعت فراولايه كبيره وقطعتها كده زي ما انتم شايفين شكل مروحه. عملتها شكل مروحه. وقطعت تفاح. بصوا بقى التفاح يعني ايه، لما تكوني هتعملي فراوله الاحسن التفاح يبقى اصفر عشان يبان. طبعا انا ما كانش عندي وهي التورته كانت مطلوبه، فاضطريت احط لها تفاحيه حمراء. بس الاحسن كان لو كانت تبقى صفراء او خضراء او اي درجه تانية كانت هتبقى احسن يعني. بس انا ساعتها عملت بالفاكهه اللي كانت موجوده عندي. كتبت هابي بيرث داي، وحطيت تقريبا كانت التورته دي مطلوب حرف بس من اسم صاحب التورتايه. بس وزعت كده شوكولاتات. بس يعني التورتايه كانت سهله وبسيطه، ويعني فكرتها حلوه. وانا دايما من الناس اللي بتحب قوي قوي تنوع في الشغل بتاعها. يعني دايما لما بلاقي فيديو كده بتفرج عليه وشكل روزيتا عجبتني، او شكل مثلا جناش معمول بطريقه معينه، او فاكهه مرصوصه بطريقه معينه، انا بحب الحاجات دي قوي، فبتلاقيني دايما بنفذ الافكار دي. فلو عندكم افكار جديده قولوا لي، وانا برضو لو في عندي افكار ان شاء الله هنزلها لكم ان شاء الله الفتره اللي جايه. الفيديوهات هتعجبكم باذن الله. استنوني في الفيديو الجاي، وشكرا لكم، مع السلامه.